أخطر الأفاعي في أفريقيا وأوروبا. هنتعرف عن سمومهم القاتلة مقارنة بين أخطر الأفاعي في أفريقيا وأوروبا من حيث السم، الحجم، البيئة والعدوانية، وبتوضح قد إيه الأفاعي الأفريقية بتكون أخطر وأكبر وأكثر عدوانية من الأوروبية. أخطر 3 أفاعي في أفريقيا. 1. المامبا السوداء بلاك مامبا. السم سم عصبي قاتل سريع المفعول، ممكن يسبب الوفاة خلال 20 دقيقة لو مفيش علاج. السم بتاعها بيعمل على شل الجهاز العصبي بسرعة كبيرة. الموطن شرق وجنوب أفريقيا في الغابات والصحاري. السمات بتتحرك بسرعة كبيرة وعدوانية جدا، دايما مستعدة للهجوم وبتخوف بأكتر حاجة ممكنة. 2. الكوبرا المصرية Egyptian كوبرا. السم سم عصبي بيهاجم الجهاز العصبي، بيعمل شلل وموت ببطء وبيسبب ألم رهيب. الموطن شمال أفريقيا، بتلاقيها في الصحاري والمزارع والأماكن المهجورة. السمات بتقدر ترفع جزء من جسمها لفوق وتنفخ رقبتها عشان تهدد أي حد يقرب منها. عضتها قاتلة لو مفيش مصل بسرعة. 3. الأفعى الجرسية الصحراوية باف آدر. السم سم هيموتوكسيك بيهاجم الدم، بيعمل تورم رهيب ونزيف داخلي، وممكن يكون قاتل لو مفيش علاج سريع. الموطن موجودة في معظم أنحاء أفريقيا، خصوصا في المناطق الصحراوية والغابات. السمات عندها قدرة على التمويه مش طبيعية، بتستخبى بين الأشجار والصخور، وهجومها بيكون مفاجئ وسريع جدا. أخطر 3 أفاعي في أوروبا. 1. الأفعى الرملية فايبرا أمودايتس. السم سم هيموتوكسيك ونيروتوكسيك، بيعمل ألم شديد، تورم ونزيف داخلي. السم بتاعها ممكن يسبب مضاعفات خطيرة لو مفيش علاج. الموطن جنوب أوروبا والبلقان، بتعيش في المناطق الجبلية والصخرية. السمات عضتها دقيقة وعدوانية، وبتقدر تختفي بسهولة بين الصخور والرمال. 2. الأفعى الأوروبية الشائعة Common European Viper Vipera berus. السم سم نيروتوكسيك، بيعمل ألم شديد وتورم، بس نادرا ما يكون قاتل. السم بتاعها بيعمل أعراض ممكن تتفاوت من خفيفة لمتوسطة. الموطن منتشرة في أوروبا كلها، من الغابات للأراضي العشبية. السمات بتعيش في بيئات متنوعة، وبتكون عدوانية لو اتحسست بالخطر، لكن مش دايما بتهاجم. 3. الأفعى القرناء فيبيرا لاتاستس سمسم نيروتوكسيك، بيعمل أعراض تتراوح من خفيفة لمتوسطة. السم بتاعها مش قاتل بس بيسبب ألم وتورم. الموطن جنوب أوروبا، خصوصا إسبانيا والبرتغال، بتعيش في المناطق الصخرية والجبلية. السمات عادة مش عدوانية، بس لو اتحسست بالخطر بتدافع عن نفسها بسرعة. سمها خفيف نسبيا مقارنة بالأفاعي الأفريقية. مقارنة. 1. السم أفريقيا. الأفاعي الأفريقية زي المامبا السوداء والكوبرا المصرية سمها أقوى وأكثر فعالية، بيسبب موت سريع لو مفيش علاج. أوروبا الأفاعي الأوروبية سمها أقل فتكا، زي الأفعى الأوروبية الشائعة اللي نادرا ما تكون قاتلة. 2. الحجم أفريقيا. الأفاعي الأفريقية أكبر في الحجم، زي المامبا السوداء اللي وبتكون خطيرة جدا بحجمها الكبير. أوروبا الأفاعي الأوروبية أصغر، زي الأفعى الرملية اللي بتتراوح بين حجمها الصغير بيساعدها على الاختفاء والتمويه. 3. البيئة أفريقيا. الأفاعي الأفريقية بتتأقلم مع بيئات متنوعة من الصحاري للغابات الكثيفة، وبتقدر تعيش في ظروف صعبة جدا. أوروبا الأفاعي الأوروبية بتعيش في مناطق معتدلة ومتنوعة من الغابات للأراضي العشبية، وبتكون أقل تأقلم مع الظروف القاسية. 4. العدوانية أفريقيا. الأفاعي الأفريقية أكثر عدوانية وسرعة في الهجوم، زي المامبا السوداء اللي بتهاجم بسرعة كبيرة. أوروبا الأفاعي الأوروبية أقل عدوانية نسبيا، زي الأفعى الأوروبية الشائعة والأفعى الغرناء اللي بتكون أقل هجوم. في هذا الصراع الشرس بين الأفاعي، يمكن أن يكون الفائز هو المامبا السوداء من أفريقيا. باسمها القاتل وحجمها الكبير وعدوانيتها، تمتلك مزايا تجعلها تهديدا خطيرا لأي منافس، ومع ذلك يتوقف كل شيء على الظروف المحيطة بالمعركة وقدرة كل أفعى على البقاء والدفاع عن نفسها.